ليه وشك منقط كده؟ طب تعرفي ان النقط دي والمسام الواسعه تعتبر مناخير بشرتك؟ تعالي اقولك في 5 خطوات بس ازاي تخفيها. عشان تعالجيها صح لازم تعرفي ايه سببها. هقولك دلوقتي ايه اسبابها وانت ابداي حددي معايا اي سبب من دول موجود عندك، عشان ده مهم جدا في خطوه الروتين اللي هنركز عليها بعد شويه. بشرتك دهنيه وبتطلع زيوت كتير، بتتعرضي للشمس لساعات كتيره، عندك حبوب اصلا في بشرتك، جينات والفتحه اللي بيطلع منها الشعر واسعه وعددها كتير. عرفتي سببها؟ تعالي بقى اقولك خطوات معينه لازم تكون في روتينك. اول حاجه الغسول صبح وليل، خاصه لو كان سببها مسام وزيوت كتير. تاني حاجه التونر بقطنه وطبطبه خفيفه قوي على المكان اللي موجود فيه مسام. تالت حاجه سيرم ريتينول لانه بيسطح الجلد وكمان بيعزز انتاج الكولاجين. كمان سيرم النايسيناميد، ويا سلام لو لقيتي سيرم فيه ريتينول ونايسيناميد مع بعض، وده خاصه لو كان سببها جينات او تقدم في السن. المرطب يكون فيه كولاجين ونايسيناميد وسيراميدز وبيبتايدز عشان يرمم حاجز البشره، وكمان سيرم فيه احماض مقشره زي الساليسيليك اسيد والجلايكوليك اسيد او اللاكتيك اسيد. بس في حاجه، لو بشرتك حساسه هاتي سيرم فيه لاكتيك اسيد، اما لو بشرتك مش حساسه هاتي سيرم فيه ساليسيليك او جلايكوليك اسيد. ما ينفعش تستخدمي السيرامات اللي فيها احماض مقشره مع سيرم الريتينول، لازم تخلي سيرم الريتينول قبل ما تنامي على طول، اما سيرم الاحماض المقشره خليها اخر النهار. اقول لك شويه نصايح حلوه كده. اول حاجه استخدمي سان سكرين لان الشمس بتهيجها وبتوسعها اكتر. لو عندك حبوب ملتهبه ومحمره عالجيها الاول قبل ما تستخدمي الروتين ده. لو عايزه بقى حل سريع جدا روحي عياده هيستخدم لك ليزر او مايكرو نيدلينج هيخلص لك عليها بسرعه. جربي الروتين ده واستمري عليه صدقيني هتلاقي الفرق. ولو عندك اي استفسار اكتبي لي في الكومنتس وما تنسيش السبسكرايب.